السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سيف باسم ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون مختلف، هنحكي على أسباب اعتزال الأسطورة صحراوي وليه اعتزل لما وصل مليون، وكل ده هنقوله ولكن بعد الانترو ده. I think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. اللي مش عارف هو اعتزل ليه، هو اعتزل عشان جاله حالة اكتئاب زي طبعا اليوتيوبر بندريتا بالظبط. ولكن في غريب في الموضوع، اشمعنى لو انت بتسأل اشمعنى اعتزل في المليون بالذات، انا بقى هقولك ليه اعتزل في المليون. ممكن تثبت الفيديو دلوقتي وتنزل تحط لايك واشتراك وتكتب تعليق لا تعتزل يا صحراوي، ولكن عايزينه يرجع لليوتيوب. هو في احتمال انه يرجع، بس السبب بقى الاول اللي خلاه يعتزل ان هو جاله اكتئاب زي ما قلت لكم في اول الفيديو، وتاني حاجة ان هو شاف انه قاعد 4 سنين في القناة ومحققش غير 1,000,000 مشترك بس، فده كان السببين اللي خلاته يعتزل. ولكن هو كان هيعتزل برضو في 100,000، يعني لما نزل فيديو بتاع وصوله 100,000 كان مخطط انه هيعتزل، ولكن ما اعتزلش. الغريب بقى ان هو اعتزل في المليون، لانه قعد 4 سنين ولكن ما وصلش المليون. اي شخص كده، اي شخص لو شاف تعبه وكل جهده في القناة دي بس وما بيلحقش يقعد مع قرايبه ولا باباه ولا مامته ولا عائلته كلها، ده اكيد هيعتزل، لانه مش عارف يعيش وبينزل لكم فيديوهين في القناة فبيبقى صعب عليه. وكمان يا جدعان، يعني اي شخص هيشوف ان هو قاعد 4 سنين في القناة، 4 سنين بيمنتج وينزل فيديوهات، بيمنتج وينزل فيديوهات، ما بيعملش حاجة غير ان هو بيعمل كده. اكيد اي حد لو قعد 4 سنين وما وصلش غير 1,000,000 متابع بس، ده اكيد هيعتزل. لانه لما وصل 100,000 كان قاعد 2 في القناة، يعني 2 وحقق 100,000 مشترك بس، 2 بينزل ويمنتج ويعمل كل الحاجات دي ومش عارف يعيش مع عيلته. فدي كانت اسباب اعتزال صحراوي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك ومنشن لصحراوي وتقول له انت كنت جامد، هتفضل في قلبنا يا اسطوره. وبس، كان معاكم سيف والسلام.